لو انت عايز تبقى شخص بارد ومش بتتعصب ولا حد بيعرف يستفزك، يبقى الفيديو ده ليك. عشان تكون شخص بارد الموضوع سهل جدا. انت اول حاجة محتاج تعملها انك تكون فعلا من جواك مش فارق معاك اي حاجة بتحصل حواليك، واي حاجة بتتلقاها بره دايرتك ومحيطك هي في الاخر حاجة براك، يعني مش بتاعتك، حاجة كده بتحصل في دنيا تانية بره عنك. الشخص اللي قدامك جاي من بره محيطك يقول كلام يضايقك أو حصل منه حاجة ضايقتك، كل دي عبارة عن مؤثرات خارجية بتحصل لك بتحرك جواك مشاعر العصبية والعنف، عشان كده انت بتتعصب. انت بقى هتعتبر ان كل الحاجات دي حاجات عادية انها تحصل وتتعامل بلا مبالاة. هتلاقي ان الشخص اللي قدامك هو اللي اتعصب، لان انت هتبقى رميت عليه كل الحاجات اللي المفروض انها تحصل لك انت، وكل العصبية اللي المفروض كنت تحس بيها بقت بتحصل له هو. فانت هتحس انك هديت وكل العصبية اللي جواك راحت، لان كلها راحت للشخص اللي قدامك وحس بيها هو بدالك. طيب حد عمل حاجة تضايقك وانت الحاجة دي عصبتك وعايز ترد عليه او تتصرف معاه، ازاي تتصرف معاه من غير ما تتعصب؟ عن طريق ان انت تتعامل بدماغك انت لوحدك، يعني ما تسمعش منه اي كلام يعصبك. اقفل ودانك خالص وقول له كل حاجة انت عايز تقولها له في دماغك بهدوء، لان في الوقت ده لو انت اديت ودانك فاي كلام هيتقال منه هيعصبك. يبقى ما تتلقاش الكلام اللي هو بيقوله لك، وركز في انت عايز تقوله ايه او انت عايز تحاسبه ازاي. وهو مهما كانت ردوده بتضايقك او مستفزة ما تردش على مبرراته، وكمل في رسالتك اللي انت عايز توصلها له، لان ودنك اللي انت بتسلمها له دي هي اللي بتنعكس على ردود افعالك بالعصبية.